محمد، مؤخرا عدت من الجزائر. نعم. وكان في هناك حادثة لطيفة جدا صارت معك. وجهت لك طفلة جزائرية وأعطتك حصالة. والله أنت متابعني منيح عليك. يعني من أصعب المواقف اللي شفتها في حياتي. يعني قديش إنه كنت يعني جالس بالاوتيل، فاجت ست كبيره. شوف يعني هلا مش بدي امدح قديش، يعني بدي احكي هالموقف وبدي احكي عن شعب الجزائر اذا بتسمح لي. قديش شعب عظيم وشعب، صدقني انه انا في بعض لحظات يعني حسيت انهم فلسطينيه بلد المليون ونصف شهيد. يعني حسيت انهم يعني بحبونا يا اخي محبه. صدقني والله وبدون مجامله بحبونا محبه. يعني انا المكان صدقني من يوم ما بلشت يعني انشهرت وبلشت اتحرك على دول عربيه وهيك بالعالم. البلد اللي ما بدي احكي بصراحه مش تحيز او شيء، بس البلد اللي بكيت فيه الجزائر. كان الجزائر. من كتر ما حسيت هالمحبه اللي عندهم يا اخي، والله العظيم شيء يعني بحرك الحجر. انه محبتهم لنا. اجت ست كبيره اجتني على الاوتيل وجايبه معها بنتها صغيره عمرها 8 سنوات. بتقول لي بنتي إلها من اول ما انت اجيت على البلد على الجزائر، قالت لي وبنتي بتبكي ما بدها توقف بكى. قالت لي بدي اشوف محمد عساف. تخيل شو القصه. يعني الموضوع انه هي مش بدها تشوفني، في هدف. شوف العظمه في بنت عمرها 8 سنوات. اجت البنت جايبه حصلتها هيك صغيره وفيها فلوس، فجاي بتبكي البنت انه بدها تعطيني الحصاله هاي اللي فيها الفلوس. بتقول لي هدول اعطيهم لاطفال غزه. يا الله. واو. يعني مؤثر. فموقف يعني والله العظيم يا جماعه في حياتي. يعني انا شخصيا ما حصل معي موقف زي هيك. يعني انا يعني حسيت حالي، صدقني والله حسيت حالي صغير قدامها بمعنى الكلمة. ما بجامل انه بنت، انه شوف هالثقافة. بنت عمرها 8 سنوات جايبة حصالة فلوس. يعني قديش بدها تكون حاطة فيهن حرام. ما بتقول لي اعطي هدول لاطفال غزة. هي ثقافة شعب. فانه فما بالك اذا هيك الاطفال. صحيح. فما بالك بالناس اللي بيشوفونا. والكل بيسلم علي كان في الجزائر وبيبكي. عم بيحكوا لي انه بقول في لي عنا فلسطين وفلسطين. وقديش المحبة اللي حسيتها من هالشعب العظيم. حلو. عم هو بيحكوا لي شعب بما عظيم. انه